الثلاثة. هل يا ترى سيعود نادي أربيل محملا بالنقاط الثلاثة من ملعب غزلان البادية، أم يكون هناك كلام آخر لأصحاب الأرض المطالب بتسجيل الأهداف، وهو منذ 6 مباريات حتى الآن لن يحقق الفوز سوى الخسارة والتعادلات، وأربيل كذلك أيضا لن يحقق الفوز خلال آخر جولات. هنا انطلاق صافرة البداية من حكم المباراة ليث فرحان، والمدافع الأيمن أحمد نعيم مصطفى عبد الجليل، بينما خط الوسط طاهر حميد مهدي كامل محمد. المباراة الماضية محاولة نادي النجف المطالب بتسجيل الأهداف، واحدة من أخطر الكرات حتى الآن باللحظات الأولى. أمجد يسدد أمجد بينما غادرت أرضية الملعب، ومن جديد هي الأقرب. محاولة هنا بالراس، محمد مصر يحاول عبور بهذه الكرة من محمد مصر لمهدي كامل. هي هذه كرة خطرة داخل منطقة 18 عرضية تلعب والابعاد من ماكنزي، ابعد الكرة وهنا ياتي من الخلف. الاول طاهر حميد من الخبرة، فهذا الشيء ليس بالجديد عليك يا طاهر حميد. هز المدرجات بهتافات الجماهير للنجف لغزلان البادية. طاهر حميد يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول. أعدها لنا يا مخرج، أعدها لنا يا مخرج بطريقة كبيرة وجميلة لطاهر حميد. هذه التمريرة والرأسية الخاطئة من خارج منطقة 18. الله 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 الله، والله لو وضعت مع ريباس عبد الله 3 من الحراس لن يتمكنون، لن يتصدون لهذه الكرة. مسطرة يا ولد، مسطرة يا ولد، جابها وحطها بمكان وبزاوية قاتلة تصعب وصعبة جدا أن يتصدى لها الحارس. تربية رياضية أيضا ابن الحكم الاتحادي الأستاذ جاسم نعيم، تلعب الكرة للأمام وعدت من جديد. هذا معين أحمد معين مرر هذه كرة ذكية. الجول الثاني جول ثاني مهدي كامل يسجل هدف ثاني. صب غضب النجف بمرمى أربيل. مهدي كامل يغضب بتلك المحاولات ويعود يترجم الكرة بشباك أربيل بهدف ثاني. الهدف الثاني من مهدي كامل. مرت 5 دقائق على الهدف الأول ويأتي بالخبر السعيد خلال الدقيقة 25. هذه من معين جميلة، أعطاها على طبق من ذهب، ومهدي كامل حطها في سقف المرمى بهدف ثاني لنادي النجف. شاهد معين هذا المرور الجميل، مرر وهيئ الكرة بذكاء. مهدي كامل راحت عالية بالزاوية ولكن بسقف المرمى خادعت الحارس والمدافعين، خشت الشباك وجاءت بالخبر السعيد. سجلت الهدف الثاني لنادي النجف. لم ينجح في الشوط الأول، أكيد في الشوط الثاني. وهذه إبراهيم أبعد الكرة ماكنزي يسدد. ماكنزي خطرة والتقليص. هذه جول لا لاعب هيليو فاق. هيليو بعد التسديدة الرائعة من ماكنزي كمل هيليو، ولكن القائم الأيمن يقف بجانب الحارس هاني شاكر. الأطول تعود مرة أخرى للحارس ريباز. هاني من هاني لعلي إبراهيم يخطب هذه الكرة، هي على طبق من ذهب. هذه جول وهدف التعديل. غلطة الشاطر بلف وتكلف هدف، ويأتي هدف تقليص الفارق. أربيل يعود ليكسر القيود بملعب النجف يعود، وأصبحت نتيجة المباراة 2-1. هذا الخطأ من الحارس وخطأ المدافع، وجاء هدف تقليص الفارق. شات هاني شاكر أخطأ بتسليم الكرة لعلي إبراهيم، والتسديدة من خارج منطقة 18 بذكاء جاءت بهدف تقليص الفارق، حتى أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. تصبح نتيجة المباراة 2-1
روى يوسف يستغل هذه الأخطاء الدفاعية ويسجل هدف تقليص الفارق. محمد محسن وتغيير الكرة هنا، المحاولة هنجاو للأمام، هنجاو محمد، هذا أمجد راضي، أمجد راضي يحاول القاضي من أمجد راضي، ومرة أخرى روى يوسف للقاضي 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 للقاضي، جول لأمجد راضي. راضي ولا ما راضي؟ هذا أمجد القاضي يسجل هدف قاضي، وهدف التعديل لنادي أربيل، هدف التعديل لنادي أربيل أمجد راضي. وبتاريخ تلك المواجهات الهدف الشخصي السابع بمرمى نادي النجف عندما كان لاعبا لأربيل، سجل 6 أهداف، وبعدها مثل النجف، واليوم عاد لأربيل ليسجل الهدف السابع بشباك نادي النجف. أمجد راضي القاضي يسجل هدف التعديل لنادي أربيل. جميل، هذه التمريرة من روى يوسف، سجل هدف وصنع هدف ثاني وحطها بأقدام أمجد راضي القاضي. شاهد التمريرة، كان الكل يظن فيها راية وفيها تسلل، لكن لا تستسلم إلا تستمع لصافرة حكم المباراة. الانتظار والتريث لا يجري. كان درجة أولى وأبناء الحكم الاتحادي العراقي محمد صالح يسدد. 2 النجف 2 أربيل. هذه خطرة، الثالث لكن أحمد نعيم، من أحمد نعيم أعاد الكرة لطاهر، وحكم المباراة معلنا عن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، 2 للنجف 2 لأربيل. أداء ممتع بالشوط الأول. أكيد ستتغير أحداث المباراة بمجريات الشوط الثاني. إن شاء الله نعود ونكمل معكم أحداث الشوط الثاني. أنا محدثكم حسين السعدي. عودة لك عزيزي محمد حسين. روى يوسف يستفيد من الخطأ الذي أخطأ به الحارس والمدافع علي إبراهيم، وسجل بالدقيقة 41. وبعد ذلك أيضا استغل تلك الكرة بتمريرة اللاعب روى يوسف الذي شارك بصناعة الهدف الثاني لأمجد راضي بالدقيقة 43. أحمد نعيم يحاول العبور، هذا الفتى الموهوب يمشي داخل منطقة 18. الهدف الثالث، يشكو من إصابة وعلى ما يبدو سيترك أرضية الملعب. هذه نظرات للمدرب عبد الغني. الشهد موسم 2012 فاز نادي أربيل 3-1 يوم سجل لؤي صلاح وأمجد راضي. قلب الكرة الماضية بالفعل أمجد راضي هو من ترك أرضية الملعب بداعي الإصابة. وشيركو كريم فاز بمباراتين. محاولة العبور تمشي بالمصطفى عبد الجليل، خطرة داخل منطقة 18. التحضير من محمد زامل، وتعود مرة أخرى الكرة، وهنا التصويبة، هذا الهدف الثالث لكنها ضاعت. دخل بالكرة الماضية، هذه تسديدة اللاعب محمد، سجل هاتريك يومها انتهت تلك المباراة 4-1 لمصلحة نادي أربيل. محاولة محمد مصر، هذه التسديدة والتألق لنادي أربيل للإمبراطور. تمشي الكرة، محمود هل يعود لأربيل؟ شاهد التوغل لمحمود وسدت هذه الكرة وبراعة الحارس. لكن من المهم والتسديدة أن تقدم أداء ممتع من البديل القادم محمد جاسم عبود. بهذه الدقائق الخمسة هناك من يقول لكل حادث حديث، بدأ حديث الوقت الإضافي بهذه الخمسة. وشيركو يحاول، شيركو، هي هذه الكرة، والثالث جول ثالث محمد شفال. ودخول شفال هو فال خير على أربيل، فال خير على أربيل. محمد شفال البديل الجميل يضيف الهدف الثالث بالمباراة بالدقيقة 91. يأتي الهدف الثالث ليخيب آمال عبد الغني شهد، يخيب آمال عبد الغني شهد،
ويضيف الهدف الثالث. شيركو صال، شيركو جال، وشيركو حطها بأقدام شفال، وجاء بالهدف الثالث. مر شيركو تلاعب بكرار عامر وحطها بأقدام شفال. القادم من الشرطة، ما زالت الحان القيثارة بأقدام شفال، ما زالت الحان القيثارة بأقدام هذا اللاعب. سجل الهدف الثالث بالمباراة محمد شفال. تعود وهنا صافرة حكم المباراة. مبروك 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 لنادي أربيل. هارد لك لنادي النجف. شكرا للفريقين، قدما مباراة ممتعة، واحدة من أجمل المباريات حتى الآن خلال الجولة 18 من منافسات دورينا. أكيد مباراة ممتعة، مباراة جميلة جدا. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم حسين الساعدي. نلتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة للزميل العزيز محمد حسين.